وأن يسجل هدف آخر وجديد في مرمى الغرافة في هذه المباراة، لكن لدينا انطلاقة للفهود عرضية والكرة تبعد، الكرة ما زالت والتسديدة قوية، لكن الغرافة يريد أن يبقى في قمة الجدول. بطل الشتاء يبدأ الرحلة مع بداية الدور الثاني، ويتقدم الغرافة بالهدف الأول عن طريق جمال حمد بتسديدة من خارج المنطقة. توسكا تسكن شباك مصلال وتعلن عن تقدم الفهود بأول أهداف هذه المباراة. 1-0 الغرافة، 1-0 للغرافة. لكن قبل ذلك هذه الإعادة لهذه الكرة اللي كان فيها مطالبة بخطأ. هل كان الخطأ موجود أم أنه لم يكن موجودا؟ شوف، جمال حمد هو اللي بدأ هذه الهجمة، وهو من أنهى هذه الكرة بمجهود فردي في غاية الروعة. طبعا الكرة التي لم تبعد كما يجب، تسديدة كانت قوية جدا بالقدم اليسرى، يتقدم من خلالها الغرافة في نتيجة المباراة. ياسين براهيمي ينطلق، ابراهيمي يمر، ابراهيمي يتقدم، ابراهيمي يمرر، عمرو السراج والعرضية، والثاني يسجل في ظل الحديث عن البحث عن الهدف الثاني. لم يظهر الرقم 9 بل ظهر الرقم 99. جمال حمد للمرة الثانية، جمال حمد يخطف الأضواء في هذه المباراة ويسجل الهدف الثاني للغرافة قبل نهاية هذا الشوط الأول. شوف التقدم من جانبي ياسين ابراهيمي والكرة العرضية والمتابعة بالراس في لقطة طبعا كان فيها دفاع مصلال في مغب الريح، وبالتالي الهدف الثاني يسجل للغرافة لتصبح النتيجة 2-0. فلوريان كومان، ياسين لمسة للأمام، فرصة خطيرة جدا. الغرافة ما زال يكتب الحكاية، الفهود للاحتفاظ بالقمة. فلوريان كومان الفهود، الهدف الثالث يسجل عن طريق كومان. هذه المرة الحكاية ما زالت تكتب يا فهود. كومان الروماني الذي شارك بديلا قبل لحظات، شوف التمريرة وشوف ياسين ابراهيمي. كومان استلم، كومان والتمرير، كومان والاستلام، فلوريان والنهاية كما يجب. الغرافة يضيف الهدف الثالث والنتيجة تصبح 3-0. هكذا يبدأ فهود الغرافة القسم الثاني لبطولة الدوري بثلاثية نظيفة في مرمى مصلال، بعد أن أمضى جمال على بعد 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني. عبد الرحمن فايز، كرة في الجهة اليمين، عرضية عدت خطيرة والهدف ياتي الآن. أنطونيو مانسي يقلص الفارق لأم مصلال عند الدقيقة 86 في عمر اللقاء. نعم، يقلص الفارق براسية ويسجل 3 أهداف في هذا الموسم. أنطونيو مانسي، شوف الإعادة لهذه اللقطة، عرضية طبعا كانت من عبد الرحمن فايز، والتمركز جميل جدا من أنطونيو مانسي، يسجل به هدف يقلص به الفارق. كرة الآن أسامة طنان، كنترول أسامة طنان يحاول في هذه اللقطة، أسامة يسدد كرة لكن الكرة تصطدم في أحد مدافعي الغرافة في مطالب بركلة الجزاء. كرة بتعود والتسديدة والهدف الثاني. لا يوجد في كرة القدم وقت اسمه وقت اللا عودة. غدا يحدث. كريستو يسجل الهدف الثاني بعد أن كانت 3-0 أصبحت 3-2. كريستو يسجل في هذا التوقيت، والوضع الآن أصبح خطيرا
خطرا للغاية على الفقود، خطرا للغاية على الفقود. كريستو